بمنتهى السخرية. هو في حد يعزم حد في الفطار على سمك؟ امال فين اللحمة وفين البشاميل وفين وفين وفين؟ بكل سخرية. والكلام كان بيتقال عادي. انا بقيت في نص هدومي، مش عارفة ارد ولا اقول ايه، وفي نفس الوقت ببص لخطيبي بيقول لي بكل بجاحة: انت كسفتيني قدام اهلي. ازيكم؟ انا امي استلفت 800 جنيه من واحدة جارتنا. استلفت ال 800 جنيه دول عشان خاطر كان لازم تعزم خطيبي، لان هو هيسافر ومش هيرجع الا بعد العيد. فاحنا اضطرينا ان احنا لازم نعزمهم على الفطار عشان خاطر يفطروا عندنا قبل ما يسافر. عايز اقول لكم ان امي لما استلفت ال 800 جنيه دول كانت ما معهاش غيرها، فكانت على قد ما تقدر عايزة تجيب حاجة تشرفني قدام اهل خطيبي. امي راحت وجابت الحاجات على قد ما قدرت وجت. اول ما جت البيت قالت ان انا جبت سمك واحنا هنعمل سمك وان شاء الله باذن الله يعجبه. امي مش عايزه اقول لكم هي كانت مبسوطه قد ايه عشان خاطر تجيب الحاجه. وفي نفس الوقت ال 800 جنيه دول هما اللي كانوا موجودين معانا، فما كانش في استطاعتنا غير ان احنا نجيب سمك. اكيد انتوا عارفين احنا لو جبنا فراخ ولحمه دلوقتي هتكون عامله ازاي، فلازم جنبهم كمان نجيب حلويات ونجيب فاكهه. امي عملت السمك وحطيته. اول ما هما وصلوا دخلوا وقعدوا، واول ما قعدوا على السفرة راح قال: ايه ده؟ بمنتهى السخرية. هو في حد يعزم حد في الفطار على سمك؟ امال فين اللحمة وفين البشاميل وفين وفين وفين؟ بكل سخرية. والكلام كان بيتقال عادي. انا بقيت في نص هدومي، مش عارفة ارد ولا اقول ايه، وفي نفس الوقت ببص لخطيبي بيقول لي بكل بجاحة: انت كسفتيني قدام اهلي. انت ايه اللي انت عملتيه ده؟ طب انت ما قلتش ليه ان هيعملوا سمك؟ واول ما المغرب اذن محدش مد ايده على الاكل. راحت مامته بتقول لي: يا حبيبتي انا الدكتور مانعني ان انا اكل سمك. ونفس القصة اخته. اتبليت اكتر ومش عارفة اتصرف ازاي، وبقيت ابص لامي ولقيت وشها جايب الوان الطيف. محدش فيهم مد ايده على الاكل خالص. واللي انا استغربت له قالوا ان احنا هنمشي عشان خاطر نروح نشوف هنفطر فين عشان خاطر ماما تاخد الدواء. فضلت ابص لخطيبي وابص لماما وانا مش عارفة اتصرف ازاي. خطيبي بيقول لي: ده انا حتى جايب لك علبة كنافة من اللي اتوالد عشان خاطر اشرفك. بصيت لمامتي، انا حسيت ان ماما عاملة زي بركان وهينفجر. الضغط عندها وصل لدرجة ان كان ممكن يجيلها جلطة، لولا ستر ربنا وحمدت ربنا ان الموضوع عدى. محدش فيهم فكر ولا قدر ان احنا ناس على قد حالنا. مامتي عايشة بالمعاش، المعاش اللي بيجيلها، عشان كده هي اخدت ال 800 جنيه من جارتنا عشان تعمل حاجة تشرفني. وانا مش عارفة، انا لسه مخطوبة من شهرين، يعني ما كنتش عارفة ان هما بيحبوا ايه وما بيحبوش ايه. انا بقول الكلام ده عشان هما ما قدروش احنا ناس على قد حالنا. والدي متوفي ووالدتي عايشة على المعاش، وساعتها ماما ما كانتش لسه قبضت المعاش، عشان كده استلفنا من جارتنا. ولكن مامتي تعبت جدا وما زالت بتتعب عشاني وعشان خاطر اخواتي. احنا ملناش غير امي وخالي بيجينا في المناسبات، ولكن انا مش عارفة هما ليهم حق في اللي عملوه ده ولا انا اللي ماليش حق. فانا بعت الرسالة دي عشان خاطر حضرتك تقولي والناس اللي عندك اللي انا فيه ده صح ولا غلط. طيب خليني في البداية افكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ما تنساش تقول رأيك وتشير الفيديو. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلينا في البداية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في البداية موقف احنا اتعلمناه من واحنا صغيرين. اهالينا دايما كانوا بيقولوا لنا لما تروح عند اي حد اللي يتحط لك تاكله، حتى لو ما بتحبوش تاكل منه حاجة بسيطة وتقول خلاص الحمد لله. ولكن هو ولا عندهم ادب ولا عندهم اخلاق، ودي ناس اصلا ما تشرفش. انا بقولك الكلام دوت، دي ناس ما تشرفش. لان لما يكون بمنتهى البجاحة دي ويتصرفوا كده رغم ان هم عارفين ظروفكم عاملة ايه، اكيد هم طبعا سألوا عليكم وشايفينكم وعارفينكم ازاي، وما يقدروش الحاجة اللي تتحط لهم
وبكل بجاح هيحصل ده. فاعتقد ان شابوه لامك، وانتي امك ست محترمة ان هي قدرت تعمل بكل مستطاعتها في على الفطار للناس دي. والفطار دي انتي لو هتشربي شوية، لو هتدي واحد تمرة انتي خدت ثوابه. ولكن الناس دي فعلا ولا رحمت ولا قالت كلمة كويسة، ولا اصلا انا بقولك ان انتي تكملي مع الناس دي، لان الناس دي فتخيلي في اكل في النهاية هيروح مكانه فين بيعملوا كده. فانا بقولك انتي امك ربتك، وعشان امك ربتك خافت عليك وعملت في مقدرتها. وبعدين خليني اقولك يعني ايه حد برضو يعزم حد على سمك؟ انا خليني كل يوم في رمضان افطر سمك، واقل انواع السمك، مش هقولك اغلى انواع السمك. بالعكس ده اصلا مفيد جدا ان انت تفطر سمك على الفطار، لان سريع الهضم حاجات كتير جدا. يعني دي مش قصتنا، ولكن دي ناس جهلة. وطبعا اكيد انا هسيب الناس تقول رأيها في حاجة زي دي، عشان خاطر انا لو قلت اكتر من كده هقول كلام بايخ.